السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ رانيا عبد الحميد. والنهارده هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا جدا، كل ولادنا بيحبوها وبيحبوا يجيبوها من بره. احنا النهارده هنوفر وهنعملها في البيت وبأقل تكاليف خالص، والله العظيم مش هتتكلف كتير منكم. طبعا معايا هنا كوباية ونص من الدقيق، ومعايا معلقة من الخميرة، ومعلقة من لبن البودر، ومعلقة من السكر، معلقة كبيرة من السكر. طبعا الدقيق انا حطيت عليه ذرة ملح صغيرة. معايا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ليمونة وشويه وقرنين فلفل حامي، واحد حامي كده واتنين باردين. ومعايا طبعا علبه تونه صغيره. تمام كده. لان انا هعمل النهارده ايه بقى، هنعمل مع بعض النهارده بيتزا صغيره خالص كده، بس هتبقى ايه، جميله جميله جميل، هتعجبكم جدا بجد. طبعا السر بقى هنا في العجينه نفسها، ان هي بتبقى حلوه كده. لما بتيجي تجيبها من المطعم بتلاقي العجينه نفسها بتمط معاك وطعمها حلو قوي. السر هنا طبعا في معلقه الايه، النشا اللي انا بحطها دي. معلقه النشا دي بتخلي طعم العجينه ولون العجينه بقى حاجه تانية خالص. طبعا معلقه اللبن البودر دي لا غنى عنها، مش اختياري، لا ده هي بتدي طعم حلو جدا للعجينه. وفي المطاعم بيستعملوها. طبعا حطيت معلقه السكر وحطيت معلقه الخميره. وطبعا هبتدي ان انا اقلب العجين ده كله ببعضه كده، او المزيج الخليط ده كله ببعضه كده زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. وطبعا هعمل ميه دافيه، هعجن بميه دافيه. في المحلات ما بيعجنوش بلبن حليب، لا هما بيحطوا لبن بودر وبيعملوا نفس الموضوع ده كده، بقى ما شاء الله جميله جدا معاهم. يعني بيعملوا بعجينه، بيعجنوا العجينه بميه دافيه. تمام كده. الميه الدافيه هنا بقى بتساعد على تخمير العجينه بسرعه، وفي نفس الوقت كمان يعني بتديها يعني ليونه كده في الايه، وانت بتخبزيها معاكي بتبقى بتديها ليونه كده. زي ما احنا شايفين كده، بدات ان انا يعني اعملها بايدي كده، اعجنها بايدي واحده واحده كده. كل مش ما تحطيش الميه بتاعت العجين بتاعتك مره واحده، لا بتحطي شويه صغيرين بشويه صغيرين لحد لما العجينه بتلف معاكي وبتبقى زي ما حضرتك شايفه كده. ما شاء الله جميله جدا اهي، ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي. العجينه جميله جدا، حلوه قوي كده. هحطها على جنب بقى واغطيها واسيبها لحد لما تبرد معانا. هنا دلوقتي بقى هبتدي ان انا اجهز الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا طبعا هي علبه تونه، عايزه تجيبي علبه، عايزه تجيبي اتنين، براحتك خالص. طب يا ام دنيا التونه بتبقى زفره، لا بصي بقى، الزفاره بتاعتها انا هحوشها لك بايه بقى، هحوشها لك بصي كده بعصره ليمونه صغيره. تمام كده، بتضيع اي ريحه. وكمان معانا ايه بقى، معانا معلقه كمان صغيره من الخل الابيض العادي، بتخلي ريحه الزفاره خلاص ما عادش بتبقى فيها اي ريحه خالص. لو انت عايزه محتاجه انت تفضي الزيت بتاعها ده، فضيه عادي مفيش اي مشاكل. لكن انا حطيتها بالزيت بتاعها بصراحه، كانت عادي للعجينه طعم حلو، وكانت جميله جدا بصراحه. هقطع بقى الفلفل والطماطم دي وهرجع لكم تاني دلوقتي. تمام كده. لو وصلت معايا لهنا بقى، صلي على رسولنا الحبيب عليه الصلاه والسلام، وتعالي شوفي بعد ما قطعنا بقى الايه، الفلفل بتاعنا سلايسات صغيره خالص كده، وكمان الطماطم بتاعتنا برده قطعناها رفيعه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا خمرت ولا لا. ما شاء الله لا قوه الا بالله، العجينه بتاعتنا خمرت جدا جدا اهي، شايفين ما شاء الله خمرت خالص. هبتدي بقى يعني تلاقي حجمها تضاعف كده، يعني خمرت يعني ايه، يعني تلاقي حجمها تضاعف، كبرت شويه كده. تمام. بعد كده بقى بصوا، انا عملتها كده عشان اشوف يعني ممكن تخبزيها كده عادي على الرخامه بتاعتك عادي خالص اهو. وممكن تنقليها بقى في ايه، في الطاسه بتاعتك على طول. فانا بقى هعمل ايه بقى، انا هنقلها في الطاسه بتاعتي على طول كده. جبت طاسه وبدات ان انا، او صينيه، وبدات ان انا ايه، ان انا ادهنها كده نقطه من الزيت الصغيره خالص عشان ما تلزقش فيها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. عايزه تحطي معلقه دقيق صغيره خالص كده عادي، ما فيش اي مشاكل. قبل ما تحطي العجينه برده بتديها يعني بتديها من تحت كده تحميره حلوه، وكمان في نفس الوقت ما تخليش العجينه تلزق معاكي زي ما احنا شايفين كده اهو. هبدا بقى ان انا هوسعها كده في الصينيه بتاعتي. وبعد كده بقى هجيب الصلصه بتاعتي. طبعا الصلصه دي انا عملتها معاكم قبل كده على القناه، صلصه طبعا بتجيبي طماطم عاديه خالص، بتفتحها من تحت 4 فتحات، وبعدين بتحطها في ميه تتسلق عادي. بعد كده بتشيليها بقى، تقومي عاملاها في الخلاط، ومعاها بقى شويه زعتر، ومعاها شويه بودره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بودره بصل وبودره ثوم، بتبقى جميله جدا معاكي وحلوه قوي. شويه ملح كده بتبقى جميله زي ما حضراتكم شايفين كده. بعملها في الخلاط بقى، وبنزلها على نار هاديه خالص تتسبك معايا، وتبقى حلوه جدا وجاهزه معايا للايه، للبيتزا. تمام كده. بعد كده بدات ان انا احط بقى الحشو بتاعي. حطيت اول حاجه طبعا معايا التونه. طبعا انا كنت عايزه احط شويه جبنه موتزاريلا قبل ما احط التونه، بس نسيت خالص. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. لو انت عايزه تحط شويه جبنه موتزاريلا على العجينه، حطي مع العجينه شويه جبنه موتزاريلا قبل الحشو. انا دلوقتي بدات بقى ان انا احط الخضار بتاعي، هحط الخضار بتاعي كله وهرجع لكم تاني.
بصوا بقى انا بدات احط بقى ايه الفلفل اللي انا مقطعه قطع صغيره كده. لو انت في الوقت ده عايزه تحطي زيتون حطي زيتون، الزيتون برده بيبقى جميل جدا، لكن انا للاسف ما كانش عندي زيتون والله يعني ليها وكده، بس انا بحب الزيتون فيها بيبقى جميل وبيديها منظر وبتبقى شكلها جميل قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. بقى السر بقى في مطه في المطه بتاعه البيض الموزاريلا هو ده. انا هحطها في الفرن كده دلوقتي من غير ما احط عليها الجبنه الموزاريلا، هحطها كده في الفرن دلوقتي كده تستوي نص تسويه تمام كده. بصوا بقى بعد ما استوت نص تسويه طلعتها اهو، وبدات ان انا احط الجبنه الموزاريلا بتاعتي. في الوقت ده بقى الجبنه الموزاريلا بتاعتك هتمط معاكي جامد جدا تمام، لكن لو حطيتها من البدايه كده هتحمر معاكي ومش هتمط، هتدخل في العجينه كده ومش هتمط. لكن هي دلوقتي كده اهي معاكي بتمط وتبقى جميله جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين كده. بدات ان انا احطها بعد ما البيتزا بتاعتي اخدت نص كميه التسويه بتاعتها تمام. هتدي بقى ادخلها كمان حوالي 10 دقايق او اقل من 10 دقايق كمان في الفرن. ما شاء الله لا قوه الا بالله بتطلع زي الفل. شايفين كده استوت بقى من فوق ومن تحت وشكلها جميل جدا، والجبنه بتاعتها بتمط وتحفه تحفه تحفه. على فكره انا كنت عامل لكم مقطع بالجبنه وهي بتمط، بس مش عارفه المقطع اتحذف مني وانا بعمل لكم الجبنه، والله بصراحه كانت بتمط جدا. شايفين كده بصوا اهي. هنقطعها بقى ونبتدي نقدمها مع شويه من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قدميها بقى مع الكاتشب بتاعك، لو عايزاه حار لو عايزاه بارد براحتك خالص، مع شويه شيبسي كده حلوين برده، شويه بطاطس، بس بصراحه بتبقى جميله جدا جدا وعشوائيه حلوه وخفيفه جدا وما اخدتش وقت، وكمان ما اخدتش فلوس كتير زي ما احنا بنشتريها من بره. ما شاء الله لا قوه الا بالله جميله قوي 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 وحلوه جدا، وطبعا اوفر بكتير قوي قوي. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ما شاء الله. بصوا بقى اللبن البودر عامل في العجينه شغل جامد جدا ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، والجبنه الموزاريلا بتاعتنا خطيره وبتمط ازاي. شايفين ما شاء الله الارضيه بتاعتها ده بقى اللون ده الحلو ده بقى بيجي من ايه، من لبن البودر. بصوا ما شاء الله خفيفه جدا وحلوه قوي قوي قوي. اتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.